السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. عايزة اقول لكم ان كنت بتفرج كده في اليوتيوب، لقيت دكتور محترم جدا 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 اللي هو صاحب وصفة الكابرون. وكمان عنده بصراحة آه، اسلوب وشرح، وحد محترم قوي، وبيقول النصيحة كده خالصة لوجه الله. انتوا عارفين ان انا مش اي حد يعني بيخليني اسمع له، او انا دايما بشغل دماغي قوي. يعني بحب بصراحة ان انا اشغل دماغي، واي معلومة تتقال لي لازم افكر فيها الاول، ولازم اجربها مرة واتنين. فبصراحة هو دكتور محترم جدا، اسمه دكتور مصطفى القاضي. بصراحة جزاك الله كل خير يا دكتور، وربنا يكتر من امثالك. النهارده بقى جايبه لكم وصفة حلوة جدا جدا، برضه هو السبب فيها. هنعمل سيرم السلسليك اسيد. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وعن تجربه بصراحه، بس هو بلورها لي في طريقه جميله قوي. اول حاجه انا بشكره عليها ان خلاني استخدم المحقن بدل المعلقه. يعني تجيبي الحقنه واشتغل بيها، اللي هو ايه، هتظبطي مقاديرك شويه وتقولي مثلا 2 مللي 3 مللي 5 مللي كده. ندخل في الموضوع على طول. ازاي تعملي السيرم السلسليك اسيد اللي هيخلصك من التجاعيد ومن الحبوب ومن اثار الحبوب، وهيخلي بشرتك والتصبغات، وهيخلي بشرتك مرايه، وباقل التكاليف بصراحه. حلو جدا جدا جدا، والنتيجه مرضيه، مرضيه بجد يعني. قرص واحد من الاسبرين الريفو السلسليك اسيد، فعلا انا متكلمه في الفيديوهات كتير على موضوع الريفو ده. قرص واحد من الريفو او الاسبرين، ماشي. هتدوبيه كويس جدا 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 في 15 ملي من الكحول الاسيلي اللي بيجي من الصيدليه. حاجاتك النهارده معظمها من الصيدليه. الكحول هو كمان مدخل عامل ميكس كده من الزيوت، وده الموضوع اللي عجبني اكتر يعني. يبقى برشامه بس من ال الريفو الاخضر، وهتجيبي معاكي 15 ملي من الكحول الاسيلي من الصيدليه. هتدوبي البرشامه كويس جدا جدا في الكحول، يبقى كده معاكي 15 ملي من المحلول ده. هتجيبي قصادهم ايه بقى؟ عارفين الميه بتاعه المضاد الحيوي، اللي هي الميه بتاعتنا المقطره اللي بنفك بيها الدواء. هتاخدي 10 ملي من المحلول اللي احنا عملناه على 10 ملي من الميه المقطره دي، وتقلبيهم كويس جدا جدا جدا. وهتحطي معاهم 5 ملي جريسلين، ده للبشره الدهنيه المعرضه للحبوب. وتشوفي قطره حلوه كده، تكون غامقه ونظيفه وتعقميها، وتحطي فيها المحلول ده وتستخدميه كل ليله بالليل 5 نقط كده، وتوزعيه على بشرتك زي ما احنا بنقول. تمام كده. ده للبشره الدهنيه، للبشره الدهنيه تقدري تستخدميه كل يوم لو بشرتك دهنيه معرضه للحبوب. ازاي بقى استخدمه للبشره العاديه وللبشره الجافه وللبشره الحساسه؟ هيقول لك بقى هو البشره العاديه، البشره العاديه هتجيبي نفس ال 10 مللي على نفس لا، البشره الحساسه بقى نفس ال10 مللي على 15 مللي من الميه المقطره. يعني ال10 مللي دول ثابتين معانا. ال10 مللي انا بشرح لك بطريقه مبسطه عنه يعني. هو برضو راجل ايه، دكتور يعني، وبيقول ايه طريقته. انا بقول لك اسهل منه شويه، عشان انا عارفه بناتي بتستوعبني ازاي. ال10 مللي بتوع البرشامه اللي احنا مدوبينها في الكحول الاسيلي دول ثابتين. اللي بيتغير معانا ايه؟ اللي بيتغير معانا الميه المقطره، وبيتغير معانا الاضافات التانية. يبقى البشره العاديه هتجيبي ال10 مللي ال10 مللي من المحلول اللي احنا عملناه بتاع البرشامه ده معلش يا بنات. ال10 مللي دول وعليهم 15 مللي بدل ما كنا حاطين 10. وكمان هتضيفي عليهم ايه؟ يعني 5 مللي جل صبار. تقلبيهم كويس جدا جدا جدا، وبرضو تستخدميهم دول بقى مرتين في الاسبوع. بقيه البشرات هتستخدمي مرتين في الاسبوع. للبشره الجافه هتجيبي نفس ال10 مللي اللي احنا متفقين عليهم، اللي هم مدوبين فيهم البرشامه دول، و15 مللي الميه المقطره، وتحطي عليهم نقطتين 5 مللي زيت جوجوبا. تمام كده. للبشره الحساسه هتجيبي ال10 مللي زي ما هما معانا، معاهم ال15 مللي ميه، معاهم اللهم صل على محمد جل الصبار، معاهم زيت الجوجوبا، ومعاهم ال5 مللي جريسلين. اظن كده تمام قوي. عايزين تتاكدوا كمان يبقوا شوفوا الفيديو بتاعه بقى. الوصفه عجبتني جدا جدا جدا، ولا اروع من كده.
عايزه اقول لكم ان الميكس او الماتشنج ما بين المواد الطبيعيه والحاجات اللي من الصيدليه برضو بيبقى ماتشنج حلو قوي، يعني بيجيب نتيجه حلوه وفعاله. انا دايما اقول لكم ان السلسليك اسيد موجود في الاسبرين. انا كنت بعمله بقى ايه، بجيب البرشامتين وادوبهم في ال 20 مللي ميه مقطره، دي وصفتي انا بقى، في ال 20 مللي ميه مقطره، وبعدين احط عليهم زيت الجوجوبا او زيت جوز الهند وجل الصبار ونقطتين الجريسلين عشان الترطيب. دي طريقتي اللي انا معتمداها والبنات كلها معتمداها، وكانت حلوه قوي بصراحه. فبصراحه انا لما شفتها عند الدكتور لقيتها مقننه قوي، فاهميني يعني، متقاله كده متفزلكه، يعني فيها حاجات كده مش زينا بالمعلقه بالمعلقه. فحبيت فكره ان احنا يبقى عندنا دايما واحنا بنعمل الوصفات بتاعتنا المحقن او السرنج. فالموضوع بالنسبه لي كان حلو قوي قوي قوي، والسيرم ده بجد حلو قوي قوي قوي، وينفع لايديكي ولرقبتك وحاجه كده قمر. بس للبشره العاديه زي ما قلنا بقى، وبقيه البشرات، البشره الدهنيه بس اللي تقدر تستخدمه كل يوم، بقيه البشرات مرتين في الاسبوع. تمام كده. واتمنى ان اكون قلت معلومه مفيده، ولو سمحت اعملي سبسكرايب للقناه، عايز القناه تبقى مليونيه مليونيه. يلا وجربوا. سلام عليكم.